السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احب ارحب بكم في قناتي. فلو اول مرة بتشوفيني خدي لك لفة في القناة. اتمنى يا رب ان هي تعجبك، ولو عجبتك ما تبخليش عليها باللايك والكومنت الحلو منك والاشتراك في القناة. النهاردة ان شاء الله جاي لكم بفيديو جديد وروتين جديد ووصفات جديدة من مطبخي. اتمنى يا رب ان هي تعجبكم. فيلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف الفيديو بتاعنا. النهارده ان شاء الله هشارك مع حضراتكم فكره كده للفطار وللغداء، اتمنى ان هي تعجبكم. فبدات اول حاجه جهزت مع حضراتكم كده الفطار. طبعا زي ما حضراتكم متعودين في فيديوهات معايا ان انا ببقى مظبطه مطبخي من بالليل، بخلي مثلا البوتاجاز نظيف وما فيش مواعين، يعني مثلا يكون طبقين ثلاثه ولا حاجه لو كلنا اي حاجه بالليل بعد العشاء تاني، وفي نفس الوقت تكون كل حاجه نظيفه حواليا بحيث ان انا اقوم الصبح ابدا في الفطار على النظافه، ما يكونش ورايا مواعين وما ورايش اي حاجه. فانا بدات اول حاجه جهزتها كده هبدا ان انا اجهز الفطار. اول حاجه هبدا بيها هي هنعمل مسقعه. المسقعه دي انا كنت عملتها مع حضراتكم في فيديو سابق قبل كده بالتفصيل، يعني بكل تفاصيلها. بصراحه حاجه جميله وخفيفه قوي، يعني اتمنى انكم تكونوا جربتوها فعلا لانها بصراحه يعني تستحق التجربه. حاجه كده خفيفه وجميله قوي. فانا هشاركها مع حضراتكم سريعا كده. في البدايه انا بجيب عندي جبت بتنجانيه كده، بدات ان انا قطعتها مكعبات صغيره، وقطعت قرن كده من الشطه او قرن من الفلفل المتوفر عندك. حابه انك تضيفي مثلا قرن حراق تمام مفيش مشكله. وقطعت عندي هنا كده حبايه من الطماطم، وبدات ان انا جبت عندي بصلايه وسط كده، بدات ان انا قطعتها كده بطريقه عشوائيه او مثلا تقطعيها مكعبات. حاولي كل حاجه تكون حجمها متناسق مع بعضها. وبدات بقى ان انا قطعت عندي هنا كده كام فص من الثوم. طبعا زي ما قلت لكم ان الثوم الفريش ده بيبقى جميل جدا، وبالذات لما تقطعيه مكعبات كده احسن من انك تفرميه او تهرسيه. فانا بدات بقى ان انا قطعت الثوم عندي كده. وطبعا بقى نبدا نضيف التوابل بتاعتنا، وفي نفس الوقت برضو هنضيف كده كام معلقه من الصلصه. فانا بقى ضفت يا دوبك معلقه كده من الزيت، عايزه اقولك انها بتاخد كميه بسيطه جدا من الزيت. فضفت عندي بقى الزيت والملح والكمون والكزبره ورشه كده من الكركم. وضفت عندي حوالي معلقه كبيره من الصلصه، وطبعا رشه من السكر. وهبدا بقى ان انا اغطيها كده، وهبدا ان انا اخدها على نار عاليه لحد ما تغلي، وبعدين ابدا اهدي عليها النار. وتاني صنف معايا على الفطار كده ده فول انا كنت عاملاه في البيت. بعينه في اكياس كده وبطلع الكيس على الاستعمال على طول، ببقى مطلعاه مثلا من بالليل يفك او مثلا الصبح لو الجو حر شويه. وابدا بقى احط عليه التوابل بتاعته. بدات ان انا حطيت زيت كده. واحط بقى ملح وكمون وكزبره. واحط برضو رشه من البابريكا. وببدا ان انا احط عليها شويه من الميه كده واضيفها على النار تبدا تغلي. وطبعا بقى زي ما متعودين انا بحب اضيف اي خضار عندي على الفطار. كان عندي كده كانتالوب خدتها غسلتها وهبدا اقطعها. وهسلق برضو بيض كده جنب الفطار، كل واحد بيضه. بدأت هنا بقى ان انا ابدا اغرف الفطار بتاعي. ظبطت بقى الفول بتاعي كده على النار وسخنته تمام. هديله بقى عصرة نص ليمونة كده، وهضيف عليها شوية من الطحينة. ورشة كده من البابريكا. كل الحاجات دي تديها شكل كده من على الوش طبق فول كده ما شاء الله يفتح النفس. بصراحة عمل الفول في البيت جميلة جدا وموفرة، وفي نفس الوقت بتاخد طعم كويس للفول. ان شاء الله هبقى اعمله مع حضراتكم في فيديوهات بعد كده. وبدأت بقى عندي هنا بقى الكنتالوب قطعته كده، وغرفت بقى المسقعة على القمر بتاعتنا دي. وبدأت بقى ان انا البيض برضو قشرته وظبطته، والعيش بتاعنا بقى. وده كان فطارنا في اليوم ده، يعني الحمد لله فضل ونعمة. فطار كده كل حاجه من قلب بيتك، مش هتحتاجي حاجه من بره. كل حاجه لما بتعمليها في بيتك بتكون نظيفه، بتكون حلوه، بيكون طعمها جميل جدا. اي حاجه من ايديكي طبعا. يعني بصرف النظر ان طعمها مش بره، كفايه بس انك من عمال ايديك وبنظافتك. فده بقى كان فطارنا كده الحمد لله فضل ونعمه، ربنا يديمها علينا نعمه دايما يا رب ويحفظها من الزوال. فطرت بقى الحمد لله، وجيت بقى الكام طبق اللي طلعوا من مكان الفطار كده بدات ان انا غسلتهم. وشفت بقى الشقه لو مثلا حاجه عايزه تتظبط، سرير عايز يتروق، اي حاجه عايزه تتعدل، بدات بقى ان انا ظبطتها كده. وبعدين بقى جيت على بعد الدور كده دخلت ان انا بدات ان انا اجهز الغدا بتاعي. هنعمل ان شاء الله مع بعض مكرونه وبرجر. البرجر ده انا عاملاه في البيت، طريقته سهله جدا وطعمه بصراحه جميل، يعني لو جربتها تعتمدوا الطريقه دي دايما. بدات بقى ان انا هسلق عندي مكرونه كده، جبت ميه سبتها لحد ما غليت وضفت عليها حوالي معلقه من الملح. وهبدا بقى ان انا اضيف المكرونه فيها كده واسيبها تغلى كويس، وانا هسلقها يا دوبك تكون 3 ارباع سلقه، يعني انا بخليها مثلا حوالي 3 ارباع سلقه او نص سلقه. لاني مثلا بعد ما بحطها في الصلصه ببدا ان انا اغطيها واسيبها تاخد السخونيه شويه فبتطيب بحيث انها ما تعجنش منك. انت مثلا هتقلبيها في الصلصه وتغرفيها على طول تمام طلعها مستويه. انما انا مثلا بكون عاملاها قبلها بشويه، ببدا ان انا اسيبها يعني اطلعها 3 ارباع سوا، وبعدين اسيبها في الصلصه كده تاخد الربع الاخير كده من السخونيه بتاعه الحله، ومكان ما انا شوحتها شويه مع الصلصه. وفي نفس الوقت لما بتيجي بقى تاكليها بتلاقيها شاربه من الصلصه كده، يعني بصراحه بتكون جميله. فبدأت بقى خلاص هنا المكرونة بتاعتي سلقتها، وبعدين خدتها كده
تحت الحنفيه كده، غسلتها كويس وبعدين شطفت الحله تاني وضفت فيها شويه من الزيت، وبعدين هبدا انزل بالصلصه بتاعتي. دي صلصه انا مفرزاها، وهبدا بقى ان انا اضيف التوابل عليها. ضفت ملح وكمون وكزبره، وضفت عندي طبعا رشه من السكر، وهبدا بقى ان انا اقلب كل الكلام ده مع بعضه. وبعدين هنزل بالمكرونه بتاعتي وابدا ان انا اقلبهم معاهم، وهسيبها بقى وهغطيها وهسيبها ان هي تبدا يعني تاخد الربع الاخير اللي فاضل لها في السوا من السخونيه بتاعتها. فانا بدات بقى اضيف عندي المكرونه كده زي ما حضراتكم شايفين، وهبدا بقى ان انا اقلبها. البرجر بقى اللي عندي ده برجر انا كنت مفرزاه من ايام رمضان، وكان بقى عندي طبق كده. فانا خرجته بقى لان كان الفيديو ده بصراحه كان يعني بعد العيد كده، بس ما كنتش نزلته. فانا بدات هنا بقى هعمله مع حضراتكم. انا هوريكم الطريقه يعني تمام، الطريقه كلها بالتفصيل. بس في الاول هنا بقى انا كنت عماله بشوح المكرونه كده زي ما حضراتكم شايفين، خدتها تشويحه كده، وبعدين هبدا بقى ان انا اغطي عليها واسيبها يعني هتاخد بقى السخونيه مكان تشويحها كده. فهتبقى هتكمل سواها تمام. هنبدأ بقى دلوقتي نعمل البرجر. ما شاء الله يعني حاجة جميلة جدا، شايفين شكله عامل ازاي. وعايز اقولك ان البرجراية بيكون حجمها حلو، كان كل ده من كيلو لحمة مفرومة. وزي ما قلت لحضراتكم انا كنت مفرزاه في رمضان، فالفيديو ده كان من تفريزات كمان قبل رمضان. وفضلت مركونة عندي يعني، وخرجتها ما شاء الله جميلة جدا، لا طعمها اتغير ولا فيها اي حاجة اتغيرت خالص. فانا هشاركها مع حضراتكم سريعا كده، وطبعا المقادير بتاعتها هتلاقوها موجودة في قلب صندوق الوصف. في البداية عندي هنا بقى في المكونات بتاعتي ده كيلو من اللحمة المفرومة، ضفت عليها كيس من خلطة البرجر. بصراحة بتديها طعم وبتديها نكهة جميلة جدا. وبعدين هبدأ أضيف بقى كيس من خلطة ال11 بهار من كنور. وضفت عندي كيس من توابل البطاطس. عاوزه اقول لكم ان كيس توابل البطاطس ده بصراحه بينقل اي تتبيله للكفته او للبانيه او للبرجر في حته تانية خالص، بيديها طعم جميل قوي. وبدات بقى ان انا ضفت حوالي رشه بسيطه جدا من الملح، لان طبعا الخلطه عليها ملح وفلفل اسمر، وحوالي نص معلقه صغيره من البيكنج باودر. وعندي هنا دولا حبيتين من البطاطس انا سلقاهم يعني يا دوبك نص سلقه كده. وبدات بقى ان انا ضفت معلقتين كبار من النشا ومعلقتين من البقسماط. وان شاء الله كل المقادير هتلاقوها موجوده بالتفصيل في قلب صندوق الوصف. وبدات بقى ان انا قلبت كل الكلام ده مع بعضه يعني، وههرسه مع بعض او هعجنه مع بعضه كويس جدا لحد ما تشوفيها بقى يعني بقت متكونه عندي عجينه، هي بتلزق في الايد شويه كده. بس احنا طبعا هنتعامل معاها بالزيت، بس حلاوتها في طراوتها كده. ما تحطش مكونات كتير ومقادير كتير، يعني احنا ضفنا البطاطس دي يعني بتديها طعم حلو وفي نفس الوقت ما بتغيرش من طعمها. فانا كنت بقى هنا في الوقت ده كنت دخلتها التلاجة ترتاح شويه او تدخليها الفريزر براحتك. وبدات بقى انت عندك مثلا المكبس بتاع البرجر، او مثلا ما عندكيش تمام اعملي زي ما انا عملت كده. بدات ان انا جبت غطا يعني اي بطرمان عندك. بدات بقى ان انا قطعت الاكياس كده زي ما حضراتكم شايفين، وهبدا بقى ان انا الوك الكيس زيت كده. وابدا ان انا الوك ايدي زيت بحيث ان انا اقدر ان انا ابطط الواحده في قلب الكيس. وطبعا بقى السمك ده انت بتتحكمي فيه برضو على حسب رغبتك انت. يعني ما شاء الله السمك ده حلو جدا، ولما هيكش برضو هيديكي قوام كويس. والبيكنج باودر اللي احنا ضايفينه ده بيديها يعني نفشه كده، وبيديها برضو طراوه في نفس الوقت جميله. يعني لو جربتوها هتعرفوا هو قد ايه جميل، وبصراحه اقتصادي وحلو جدا. فانا خلصت بقى كل الكميه بنفس الطريقه كده زي ما حضراتكم شفتم. وبعدين بقى بدات ان انا عينتها كده في الفريزر وسبتها. يعني لحد بقى ما جيت ان انا عملتها في الوقت ده، طلعتها يا دوبك فكت حاجه بسيطه جدا، يعني طلعتها قبل السوا بما فيش حوالي 5 دقايق او ربع ساعه بالكتير خالص. لو الجو حر ما تطلعهاش من بدري عشان انا مش عايزاها تفك، يعني لو حضراتكم شايفين هتحسوها ان لسه فيها الجموديه بتاعتها شويه. فانا بدات بقى على نار كده، سبت الطاسه سخنت كويس، وبعدين ضفت بقى البرجر بتاعي وبدات بقى اقلبه من الوش ده للوش ده. هي ما شاء الله البرجر طري بس في نفس الوقت ماسك نفسه، يعني شايفين ما شاء الله يعني حاجه بصراحه جميله جدا. وحتى لو كش برضو ما كشش يعني ما كشش بكميه كبيره. ولازم تخلوا البرجر بتاعكم لو مثلا مخلين سمكه تخين لازم تسووه كويس جدا، بحيث انك ما تحسيش مثلا بطعم النشا او بطعم اي حاجه لسه ما استوتش. فانا بدات بقى ان انا قلبته كده كل شويه من ناحيه للتانية ومن ناحيه للتانية لحد بقى ما استوى كده وخد معايا لون حلو. يعني انا في الاول بخليه على نار عاليه ياخد صدمه، وبعدين ابدا اهدي عليه النار. يعني بصراحه شكل البرجر وطعمه بصراحه جميل جدا، وحاجه اقتصاديه ونظيفه وموفره عاملاها انت في قلب بيتك. يعني ما شاء الله شكل البرجر بصراحه يعني يفتح النفس. شايفين البرجر بتاعنا ما شاء الله شكله عامل ازاي، وكفايه بس انك حاجه عاملاها بايدك لا صنع شركات ولا اي حاجه. شايفين البرجر بتاعنا شكله عامل ازاي، يعني بصراحه جميل جدا. عايزه يعني اتمنى انكم فعلا تجربوه. المكرونه بتاعتنا بقى بعد ما شربت كده بقى من الصلصه بتاعتنا وسبناها مع بعضها كده، وطبعا بقى طبق سلطه كده جنب الاكل بتاعنا، وهو ده بقى كان غدانا النهارده. الحمد لله، فضل ونعمه ربنا يديمها علينا نعمه دايما يا رب.
ولحد هنا بقى هيكون خلص الفيديو بتاعي النهارده وخلصت وصفتي معاكم النهارده. اتمنى يا رب ان الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه ولو بشيء بسيط. طبعا لو عجبكم اتمنى انكم ما تبخلوش عليا باللايك والكومنت الحلو منكم والاشتراك في القناه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفات جديده، واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.